السلام عليكم. بُصّوا، أنا ما كنتش هاعمل فيديو، بس طلعت أقول كلمتين. أنا الفيديو مش هيبقى طويل يعني، أنا حتى شايف التايمر، يعني ما أعتقدش إن هو هيعدّي 3 دقايق يعني. آمم، خسارة جديدة، متوقّع، الطبيعي، لإن طول ما أنت على الإدارة الفنية عندك مدرب ما عندوش فكرة عن الكورة، فلازم تبقى دي النتيجة. طول ما الإدارة بتاعة ليفربول مصممة إن هي تجدد فيه الثقة، وإن الراجل ده هو اللي هيكمّل المشوار، وإن إحنا عندنا أمل فيه إن هو يحسّن نتايج، لازم تبقى دي النتيجة. خسارة. أنت لعبت 12 ماتش خسرت 9. خلال ال3 ماتشات اللي فاتوا دخل فيك 10 تجوال، جِبت جول واحد، 3-0 في 3-0 في 4-1 النهارده، منهم ماتشين على الأنفيلد ورا بعض. فريق ضايع، فريق ما فيش أي جملة تكتيكية. الفريق اللي قدّامك زي PSV، مع احترامنا ليه، فريق مش فريق سوبر ستار أو فريق كبير يعني، ولكن هو كبير طبعًا في هولندا، ولكن أنا باتكلم على المستوى العالمي، مش من فرق الصفوة يعني. بتضغط عليه طول الوقت، أنت مش قادر تاخد منه الكورة. يعني ضغطك ضغط سلبي، الناس بترقّص كورة عادي، الناس بتمرّر قصدي كورة عادي جدًا في اللعب بتاعها بطريقة ما فيش مشكلة خالص، كأن ما فيش حاجة حصلت، بيطلعوا من تحت الضغط وبيكمّلوا لعب، نُص ملعبك مفتوح، بيحطّوا فيك أجوال 1 و2 و3 و4. دفاعك شوربة، سواء فان دايك أو كوناتي، نُص ملعبك مستباح، جرافنبرخ مش موجود، أطرافك مش موجودة، خاكبو وكيركيز ضايعين. أنا ما أعرفش هو خاكبو أصلًا بيلعب كورة ليه أصلًا، مش بيلعب كورة ليه في ليفربول، بيلعب كورة ليه أصلًا يعني، مش هاقول بيلعب كورة في ليفربول ليه يعني، هو أصلًا بيلعب كورة ليه يعني. فدي حاجة بالنسبة لي غريبة. إمم، محمد صلاح مش موجود، نُص الملعب ما فيش، يمكن الوحيد اللي بيلعب وبيحاول هو سوبوسلاي. غير كده ما فيش حاجة. مامارداشفيلي مقلب، مشّينا كيلير عشان يجيب واحد مقلب زي ده. كل حاجة بايظة، كل حاجة غلط. ده نتيجة إن يبقى عندك مدرب فاشل، مش عارف يدير اللعب، مش عارف يدير منظومة اللعب، مش عارف يطلّع أحسن حاجة من اللعيبة، عنده لعيبة بملايين مش عارف يعمل بيهم أي حاجة. آآ كارثة من جميع النواحي. فما فيش جديد. يعني متوقّع، مش هاتكلّم بقى، ما فيش أداء أصلًا أتكلّم عليه، مش ما فيش حاجة أصلًا في الماتش أتكلّم عليها يعني، عشان أنا أصلًا كنت بافكّر إن أنا أعمل فيديو أو ما أعملش فيديو، بس قُلت هاطلع أتكلّم كلمتين كده وخلاص يعني. طبعًا الإدارة لسه مجدّدة الثقة فيه، مش عارف على إيه، أنا مش عارف. ولو استمرينا كده يبقى أنت بتتكلّم في موسم صفري بكل معنى الكلمة، موسم هيبقى فيه فضايح. خروجك من كل البطولات، سكورات بتكسبها على ملعبك وبرّه ملعبك. الحمد لله سلوت قدر إن هو في خلال سنة واحدة يضيّع كل اللي عمله يورجن كلوب في 10 سنين. وباقول للناس اللي كانت دايمًا بتقول لك أيوه ده أرني سلوت أحسن من يورجن كلوب، وأحسن يورجن كلوب ده مشي كان عاطفي، وأرني سلوت هو الحقبة الجديدة اللي هيغيّر تاريخ ليفربول. أهلًا بيكم معانا، أعتقد إن أنتم كده مبسوطين في الحقبة الجديدة اللي غيّرها أرني سلوت. مبروك يا جماعة، وألف، ألف مبروك على كل الكلام اللي كانت الناس بتقوله على إن أرني سلوت ده أحسن من يورجن كلوب. أهلًا بيكم، يعني فعلًا بتفهموا الكورة. طبعًا ما فيش حد من إعلام ليفربول اللي على رأسهم طبعًا النجم جيمي كاراجر اللي بيتكلم وخلاص 24 ساعة على محمد صلاح وإن هو لازم يعتزل ولازم يسيب ليفربول، لكن ما بيتكلمش على فان دايك، ما بيتكلمش على أرن سلوت، ومدعم أرن سلوت طول الوقت. طبعًا هيطلع دلوقتي برضه يتكلم على محمد صلاح وإن محمد صلاح هو المشكلة، زي ما إحنا شُفنا النهارده ماتش النهارده الجون التالت غلطة محمد صلاح، لإن هي طبعًا عدِّت من كوناتي. الجون التاني والجون التالت طبعًا غلطة برضه محمد صلاح، لإن الدفاع بتاعنا مفتوح وفان دايك بيغطي ما أعرفش فين وكيركيز راجع نايم. والجون الرابع برضه غلطة محمد صلاح، لإن هي طبعًا النجم بتاعنا المدرب قرر إن هو يطلّع كوناتي ويفتح نُص الملعب تمامًا، ويغيّر بقى وينزل بقى ولعب عشوائي بقى، فبتترد عليك الكورة فبتدخل جول. فطبعًا محمد صلاح هو المشكلة في ليفربول، إحنا عارفين الكلام ده طبعًا، ده الأساس وكل الناس اللي عمّالة بتردده. وطبعًا ده اللي متزعم هذه الحركة هو الأستاذ جيمي كاراجر. فمبروك لكل الناس اللي كانت بتتكلم إن سلوت أحسن من يورجن كلوب، وإن محمد صلاح هو المشكلة، وإن ليفربول بدون محمد صلاح هيبقى أفضل وهكذا والكلام ده.
الحمد لله هزيمة جديدة ونتيجة زي الزفت جديدة، فألف مبروك، ألف مبروك. السلام عليكم عشان أنا ما عنديش كلام تاني أقوله، كفاية حرق الدم لحد كده.